يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي من الرواية اللي فاتت. النهاردة جاية وجايبة لكم معايا رواية جامدة جدا. اسم الرواية صغيرة في عرين المافيا. رواية النهاردة مختلفة وجامدة جدا، متأكدة ان كلكم هتحبوها قوي، بقلم الكاتبة المبدعة شغف محمد. قبل ما نبدأ رواية النهاردة عايزة أقول لكم إني نزلت رواية قوية جدا على قناة قصص وحكايات إيمان. اسم الرواية أحببت معلمة أمي. بجد فايته نص عمره اللي مش هيشوف الرواية الجامدة دي. وما تنسوش تصلوا على النبي، وكمان تفجروا زر اللايك علشان تشجعوني أنزل روايات باستمرار. في شوارع أمريكا الجميلة كانت بتعيش بنت جميلة جدا اسمها شغف. يوه، ايه الملل ده بقى؟ أكل وعملت، لعب ولعبت، أعمل ايه يعني؟ كان لازم أقعد من الشغل يعني النهاردة؟ استوب. أنا اسمي شغف، عندي 20 سنة. أهلي ماتوا في حادثة، وخالي كان عاوز يجوزني ابنه الكبير. بابا بعد ما مات ميراثه اتوزع على اخواته وطلع ليا 2 مليون. سافرت بيهم بسرعة على أمريكا، وده بقى كان حلم حياتي. كان حلمي من صغري، وبشتغل في مطعم جنب العمارة اللي ساكنة فيها. نرجع بقى للملل. شغف طلعت تليفونها وكتبت أرقام عشوائية، وكتبت أول رقم. بعد ما رن رد الشخص. ألو. رد الشخص وقال ألو. أيوة، مين معايا؟ أمك سلام. وقفلت السكة بسرعة وفضلت تضحك جامد جدا، وابتدى الملل يروح، وكانت مبسوطة قوي باللعبة دي. أما بقى الرقم التاني. ألو. أيوة يا فندم، مين معايا؟ مين حضرتك؟ ضحكت وقالت حماتك سلام. وفضلت تضحك تاني، وكانت مبسوطة قوي باللعبة دي. قعدت كده كتير لحد ما كتبت رقم. ألو. رد الشخص بصوت رجولي جدا لدرجة إنه خوف شغف. ألو. أيوة، مين معايا؟ كده يا كتكوت تسيبني وتمشي؟ نعم. انت مالك يا روح أمك؟ ردت شغف. طيب على فكرة، أنا حامل منك والنونو عايز شوكولاتة. رد الشخص. ها، والله؟ شغف قالت له وقفلت السكة، وفضلت تضحك جامد جدا. يخرب بيتك يا بنتي يا شوشة، ده انتي مصيبة. الحمد لله راح الملل. وبعدين دخلت التويلت وغسلت أسنانها، وكانت داخلة علشان تنام. لكن فجأة جات لها رسالة مكتوب فيها: قلب كتكوتك، خلي بالك من ابني. الصبح أنا جايلك، أنا جايب الشوكولاتة. شغف كانت بتضحك، كانت عارفة إنه أي كلام، وكانت مندمجة جدا مع المسج اللي وصلت لها. وفجأة وصلت رسالة تانية: لا، كملي غسيل أسنانك عشان تفضل حلوة كده زي ما انتي. وقعت منها فرشة الأسنان، وجريت بسرعة على أوضتها وهي مرتبكة وخايفة جدا. وبعدين قعدت على السرير ومسج تانية: تصبحي على خير يا شغف. اتخضت جدا أول ما عرف اسمها، وكانت مرعوبة. قفلت شباك الحمام وكمان بلكونة الأوضة. كانت بتبص على المسج بخوف. ازاي عرف اسمها وعرف انها بتغسل أسنانها؟ ووصلت مسج أخيرة: نامي كويس يا قطتي علشان النونو. شغف بعتت له: انت مين؟ رد عليها بمسج تانية مكتوب فيها: انت نسيتي يا قطة ولا ايه؟ انا ابو ابنك اللي في بطنك. شغف اتصدمت جدا، وبعت لها رسالة تانية وكاتب فيها: انا هاجي بكرة ونتكلم. وبعدين حاولت تتصل بيه لكنه قافل تليفونه. فضلت طول الليل ترن عليه، كان موبايله مقفول. وبعدين نامت من كتر التعب والخوف والتفكير الكتير. أما تاني يوم الصبح كانت قاعدة بتشرب نسكافيه بتاعها، وبعدين موبايلها رن. ألو. أيوة. كانت ديانا صاحبتها، وقالت: شغف، أين أنت يا حبيبتي؟ ردت شغف: مرحبا يا ديانا، لن أذهب للدوام اليوم، إنني في عطلة. ها؟ لماذا؟ مريضة كثيرا. لا تقلقي حبيبتي. ردت ديانا: حسنا يا شغفي، ألف سلامة. والكلمة دي كانت بالعربي. الله يسلمك يا قلبي، العربي حلو اهو، ما شاء الله بقيتي خبرة. نعم، عرفت بعض الكلمات، تعلمتها منك. طيب، حسنا يا دودو، وداعا حبيبتي. وبعد ما قفلت معاها
قامت شغف وعملت روتين كل يوم. كانت بتنظف البيت بعد ما بتشرب النسكافيه بتاعها، وبعد شوية الباب خبط لأنها كانت طالبة أكل. أوكي 1 مينت. وبعدين راحت علشان تفتح الباب، وفجأة انصدمت. كان واقف على الباب شخص لابس بدلة سودة، ودخل وراها لغاية ما دخلت البيت. من أنت؟ وكيف تفعل ذلك؟ الشخص قال: أنا أنا جواد. أنت مصري؟ طيب ثانية واحدة، ده نفس الصوت بتاع امبارح صح؟ لا لا، مستحيل. امم طلعتي جميلة يا شغفي. شغف قالت: انت عاوز ايه؟ هكون عاوز ايه يعني؟ عاوز ابني. ها، انت صدقت يا عم؟ انا كنت بهزر معاك. خلاص، نخليها جد، ويكون في ابن ليا في بطنك. انا عملت ايه طيب لكل ده؟ انا بس كان عندي شوية ملل فقلت العب شوية. وبعدين ايه لابنك اللي في بطني ده؟ التخاريف دي. انا بحب اللعب، علشان كده جيت علشان اطمن على ابني اللي في بطنك. انتي دخلتي في عرين المافيا. مافيا؟ احي. جواد قرب منها اكتر ووقفها على الحيطة. هي مصر لسه بتطلع بنات حلوة كده. وقرب منها جامد. بلاش أرجوك، وأنا أسفة على كل اللي حصل امبارح، والله ما هيتكرر تاني. ما تخافيش، انتي خلاص بقيتي من أملاكي. شغفت اتصدمت من اللي سمعته. طيب ممكن لو سمحت تبعد شوية وتتفضل تقعد وبعدين نتفهم؟ طيب ماشي. اتفضل يا بص، اقعد. جواد قعد. انتي عايشة لوحدك في البيت ده؟ ردت شغف. ايوه يا بص، عايشة لوحدي. انتي بقى عندك كام سنة يا قطة؟ انت هتلعب عليا يعني مافيا؟ ومش عارف عندي كام سنة؟ نعم يا روح امك. أه انا ما اقصدش اي حاجة، انت ليه قفوش كده؟ انا اقصد يعني حضرتك تحب تشرب ايه؟ عايزة اشرب قهوة. شغف قالت: بس دي كانت عزومة مراكبية. جواد اتعصب. انا عاوز قهوة، يلا روحي اعملي قهوة. طيب بص، شوف اي حاجة تانية، لكن بلاش قهوة. اي حاجة هتطلبها هعملها لك على طول، لكن قهوة لا. ليه؟ مش فاهم. مش عايزة تعملي قهوة ليه يعني؟ اصلا انا بصراحة مش بعرف اعمل القهوة، اقصاها اعمل نسكافيه. ها، امال شغالة في مطعم ازاي وانتي ما بتعرفيش اصلا تعملي قهوة؟ ما انا كل المكان عارف يعني ان انا ما بعرفش اعمل قهوة بالذات، هما اللي بيعملوها. ضحك جواد. يا لهوي على جمال الضحكة، يخرب بيت جمال امك. جواد سمعها. عجبتك؟ ها، هي ايه؟ وفجأة الجرس رن. جواد استغرب وبعدين بصلها وقال: هو انتي مستنية حد؟ انا لا. الفطار. وراحت علشان تفتح الباب، وفجأة لقيت جواد مسكها جامد جدا من دراعها. كانت ايديها بتوجعها قوي واستغربت. انتي هتفتحي الباب كده وانتي بالمنظر ده؟ ايوه هفتح كده، فيها ايه يعني؟ جواد اتعصب وعروقه بانت. انا خايفة منك، انت بتبصلي كده ليه؟ ادخلي جوه، انا اللي هفتح الباب. حاضر. وفعلا سمعت كلامه ودخلت قعدت جوه، وهو اللي جاب لها الشنطة اللي فيها الفطار ودخل لها تاني. انتي طالبة أكل ليه؟ شغف قالت: هرميه من الشباك. ها؟ نعم. يعني هكون طالبة أكل ليه؟ أكيد يعني علشان جعانة. هو إيه السؤال الغريب ده؟ انت بجد أسئلتك مش طبيعية. ما عندكيش أكل يعني في التلاجة؟ عندي كل حاجة والله، بس مش بعرف أعمل حاجة. آخر مرة طبخت بقى وولعت في المطبخ كله، وبصراحة دفعت فلوس قد كده علشان يرجع المطبخ زي ما كان، علشان كده قلت أخدها من قصرها. طيب قومي معايا يلا. شغف قالت: أجي معاك؟ على فين؟ على القصر. نطت على الكنبة وقالت: لا بقولك ايه، مش علشان انا يعني سكت من ساعة ما دخلت،
اكون انا خايفه منك؟ لا يا بابا، انا بس باخدك على قد عقلك. انا ممكن اصوت من هنا والم عليك امريكا كلها. ربع ايده وكان بيبص عليها بكل برود. شغف خافت من سكوته. انت سكت ليه؟ انزلي. ها؟ لا. جواد قال مش هقول تاني، قلت انزلي. طيب ما تزقش. حاضر. مسكها جواد من التيشيرت. انت عارفة انت في الدور الكام دلوقتي؟ اه. انا ساكنة في الدور 20. طيب يلا بقى ادخلي لم هدومك وتعالي، ولا اقولك بلاش هدومك كمان، انا عايزك كده. طيب انت عايز مني ايه؟ ما انا مش فاهمة حاجة، انا ما عملتش اي حاجة. عجبتيني. ها؟ يا استاذ جواد انا من غير كلام بقى. انا قلت يلا وبلاش كلام كتير، انا ما بحبش اتكلم كتير. اخدها ونزل على السلالم. شغف بعياط. انت عاوز مني ايه؟ ارجوك سيبني، يعني انت خاطفني ولا عايز مني ايه بالظبط؟ جواد ما ردش عليها وشالها ونزل بيها لتحت ودخلها العربية. هي كانت عمالة تعيط وخايفة منه جدا ومشي. شغف قالت يا ريتني، يا ريت يا رب يكون ده حلم. انا مش علشان كنت بهزر يتعمل فيا كده. معقول يا ربي زعيم مافيا؟ انا زمان كنت بحلم ان يخطفني زعيم مافيا زي الروايات، بس الحقيقة مرعبة. يا رب ليه كده بس؟ ما تبس بقى يا بت، صدعتيني، مش عايزة اسمع رغي كتير. طيب حاضر يا بص. وبعدين دخلوا غابة كبيرة. شغف قالت ياني، هياخدني، هياخد شرفي وبعدين يسيبني في الغابة دي. لا ده ممكن يخلص عليا دلوقتي حالا. طب يا ترى هيعمل فيا ايه بعد كده؟ وفعلا ابنه هيكون في بطني واترمي بالطفل اللي في بطني في الشارع. يا صغيرة على الهم يا لوزة. جواد اتعصب. بس بقى انا قلت كم مرة بس مش عايزة اسمع صوتك والا. شغف قالت انت مالك الله؟ حتى الكلام مش عايزنا اتكلم، عايزنا اتخرس خالص يعني، وحضرتك بس اللي تتكلم. سكتت لما شافت الدخان بيطلع من هني. شغف طيب خلاص، خلاص والله مش هتكلم تاني، انا اسفة يا بص. وبعدين جواد وصل للمكان اللي كان هيوصلوا عليه وهو القصر. يلا انزلي. بصت شغف قدامها وشافت قصر كبير قوي. انبهرت جدا من جماله. هو القصر ده بتاعك؟ ده جميل قوي. ايوه بتاعي، يلا خشي. آه هو انا هعيش في القصر الجميل ده؟ ايوه يلا بقى وبطلي رغي. طيب انا بس يعني كنت بستفسر، انا طبعا متشوقة اشوف القصر من جوه. هفضل كتير اقول يلا. طيب حاضر، هو انا قلت حاجة؟ يلا بينا. وفعلا دخلوا لجوه. جواد كان بينادي يا حاجة حبيبة تعالي انا وصلت. جت حبيبة. اهلا وسهلا يا بيه، نورت القصر. جواد عرفها بشغف وقال دي تكون شغف هانم. حبيبة قالت اهلا يا ست هانم، نورتي الدنيا. هانم مين يا حاجة؟ انا اسمي شغف بس. حبيبة بصت لجواد اللي هز راسه وبعدين قالت حاضر يا بنتي. وبعدين دخل جاسر اخو جواد. يا بص ده يكون جاسر اخويا. وبعدين شغف قالت هو انتوا كلكم كده؟ جاسر استغرب. كده ازاي يعني؟ معلش مش فاهم. شغف قالت يعني كلكم كبار كده وليكم هيبة غريبة، كلكم بتخوفوا. بقول لك ايه، سيبك منها دي هبلة. شغف قالت هبلة ايه؟ انا شغف الباز. اهلا بيك يا جاسر. جاسر سلم عليها. انا جاسر الحجري، اهلا بيك يا شغف. شغف قالت انت عبيط؟ جاسر استغرب جدا. نعم. ردت وقالت اسمي شغف هانم، او اقولك قولي يا مدام جواد. جاسر استغرب. ها؟ مدام جواد؟ اللي هو ازاي يعني وامتى وفين؟ انا مش فاهم حاجة. جواد قال ايه يا عم، وحامل مني من امبارح كمان؟ ها انت ما تعرفش حاجة، احنا في عصر السرعة. نعم. افهم ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت كنت معايا امبارح. قلت لك سيبك منها دي هبلة.
ما تركزش في الكلام اللي بتقوله، ركز معايا أنا. نعم؟ هو مين دي اللي هبلة؟ انت رخم على فكرة. طيب يلا اطلعي مع حبيبة، هتوريكي الأوضة اللي هتقعدي فيها علشان ترتاحي. ردت شغف وقالت: هو مش المفروض إن أنا أقعد معاك في الأوضة بتاعتك زي كل القصص اللي بقرأها؟ وبعدين طلعت مع الخدامة: ده الجناح بتاع البي، اتفضلي، ولو احتجتي أي حاجة قوليلي على طول. شكرا جدا يا طنط حبيبة. وبعدين دخلت جوه وقعدت على السرير. اوف بقى، هفضل كده بالهدوم اللي انا لابساها دي؟ وبعدين طلع جواد قلبه. شغف اتكسفت. انا عاوزه اغير هدومي. جواد قال: طيب تحب اساعدك؟ من عيوني الاتنين. بطل قلة ادب بقى، عاوزه هدوم. رد وقال: كنت عارف، بعت حد يجيبلك. اوف، زهقت من الهدوم دي. طيب انا عندي فكرة، خدي اي قميص من عندي. قميص من عندك؟ اكيد لا طبعا، مستحيل، مش هينفع. ليه؟ اكيد القميص بتاعك هيكون قصير. بص على الجيبة القصيرة اللي هي لابساها وبتتكلم على القصير. قال: انت اللي جبتني كده، هعمل ايه يعني؟ انا جوزك. جوزي مين؟ لا طبعا، لسه يا بابا. قال جوزي. قال: هو انت اتجوزتني كده منك لنفسك؟ خلاص خليكي كده، اصلا هم شكلهم حلو قوي. شغف استغربت. ها؟ هم مين دول؟ جواد بص على رجليها. دول شكلهم حلو قوي. انت قليل الادب على فكرة، ومش متربي خالص خالص، وسافل كمان. تحبي تشوفي واثبت لك بنفسي؟ لا، مش عايزة اعرف خلاص. وبعد مدة دخلت فعلا واخدت دش ولبست القميص بتاعه، ونزلوا الاتنين علشان ياكلوا. شغف: انا جعانة قوي، مش قادرة استحمل، بطني بتوجعني. حبيبة يلا هاتي الاكل فورا. جاسر كان بيكلم جواد: هو انت هتتجوز البتاعة دي بجد؟ على فكرة اسمها شغف. شغف دخلت وقالت: مدام جواد ولا ايه يا جواد؟ رجع بظهره. ايوه امال. ماشي يا مدام جواد، يلا بقى علشان ننزل ناكل. وفعلا نزلوا ياكلوا، وبعد شوية قعدوا في الصالون. موبايلها رن. الو، ديانا؟ مرحبا. مرحبا ديانا. قالت ديانا: كيف حالك؟ الحمد لله، احسن بكتير. الحمد لله يا قلبي. انتي في البيت؟ ردت شغف. ها؟ لا. لا مش في البيت، كنت جاية اقعد معاكي شوية. ردت شغف. انا اسفة جدا يا قلبي، بس انا مش في البيت، ابقى اكلمك بعدين. حسنا، وداعا. جواد بصلها وقال: مين اللي بيتكلم معاكي؟ شغف قالت: لماذا يا عزيزي؟ جواد قال: شغف اتكلمي عدل. حاضر، دي ديانا صاحبتي، كانت عاوزة تجيلي البيت وقلت لها اني مش موجودة في البيت، بس كده. هي ديانا صاحبتك دي حلوة؟ انت مالك يالا، احترم نفسك. جواد قال: بس بقى عيب يا جاسر. الهدوم جت، انا هطلع بقى علشان اخد شاور واغير هدومي. وفعلا طلعت شغف ورتبت الهدوم في الدولاب، طلعت شورت وتيشيرت ودخلت الأوضة بعد ما أخدت دش، وراحت على السرير علشان تنام. دخل جواد: تصبحي على خير. هو أنت هتنام فين؟ أنا بصراحة كان نفسي يكون في حضنك، بس لما نكتب الكتاب بقى عادي، هنام هنا قدامك على الكنبة. شغف بكسوف: طيب ماشي، تصبح على خير. تاني يوم جواد كان بيصحيها: شغف يا شغف، قومي بقى، تليفونك بيرن كل شوية. يوه، رد بقى انت، انا مش قادرة. الو، مين؟ ردت ديانا. الو، مرحبا. مرحبا ديانا. ردت ديانا. مين معي؟ انا جواد. قامت شغف وقالت: ده ديانا، هات الموبايل. الو، كيف حالك ديانا حبيبتي؟ شغف: من هذا؟
استغربت جدا. شغف قعدت تحكي لديانا كل حاجة وفهمتها اللي حصل. شغف، اللي حصل هذا خطير. من هذا الشخص؟ ده أكيد رجل مافيا، ومن الممكن أن يعذبك معه. ارجعي لبيتك. لا، ما تقلقيش، أنا مطمنة جدا. المهم إن أنا مش هرجع الشغل تاني. حسنا، كما تريدين. وداعا، ابقي طمنيني عليكي. حاضر. كويس إنك صحيتي. يلا اجهزي بقى وانزلي تحت علشان المأذون وصل، علشان ما ينفعش تكوني في بيتي من غير ما نكتب الكتاب. جواد قلبه. هو ممكن الجواز يكون على الورق بس؟ هفكر، بس يلا بينا علشان ما نتأخرش. وفعلا نزلوا تحت وتم كتب الكتاب. أهلا بيكي في العيلة بتاعتنا، نورت العيلة كلها. شغف قالت أهلا بيك. أكيد أنا نورت، دي حاجة أنا واثقة فيها. جاسر بصلها وقال لا يا أخويا، دي شكلها كده طقة على الآخر، شكلها خلعة منها. أما شغف قالت نعم. قول كده تاني. انت قلت ايه ياض انت؟ قول واعترف. رد جاسر ربع ايه؟ دي طقة منها على الآخر، دي لسعت. ربنا يكون في عونك يا أخويا، بصراحة دي صعبة قوي. ها؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش خايف صح؟ جاسر قال هخاف منك انت يا قطة؟ اكيد لا. هخاف منك ليه؟ هو انت بتتحولي وحش ولا بتعضي ولا ايه؟ شغف قالت طيب جواد تعالى، عاوزة اقولك على حاجة. وقربت من جواد، وفجأة وفي ثانية وبدون اي مقدمات كانت جابته من شعره. انا يا صرصار البحر، انا واصبر عليا، ده انا هخلي الشبشب ده يزغرط على نافوخك الليلة دي. وفعلا اخدت الشبشب وطلعت تجري وراه، وجاسر يجري، وجواد عمال يضحك عليهم هما الاتنين. جاسر هرب منها وجري الجواد وقال جواد، انا شكلي بقى وحش قوي قدام الخدم، ابعد البت دي عني، دي يا ابني شكلها مفترسة، ربنا يكون في عونك بصراحة. خلاص يا شغف، تعالي هنا. شغف قالت نزلني يا جدع، خليني اشوف الحيوان ده عايز ايه بالظبط. ده ليلته سودا النهارده، شكله مش متربي، وانا بقى جايه النهارده علشان اربيه، هيبتدي تربيه من اول وجديد. جواد ما ردش عليها واخدها وطلع بيها الاوضه. بقولك نزلني، هو انا مش مشلوله على فكره. نزلني، ما ينفعش كده يا جواد، بيتفرجوا علينا. نزلني. ما ردش عليها وطلعوا الاوضه. جواد بقولك نزلني بقى، ادينا طلعنا الاوضه، نزلني. نزلها على الباب وزقها على الحيطه وحاوت وسطها. شغف وهي سرحانه في عينيه. نعم. سيب شغف في حالها الليله دي، ربنا يصبرني عليك. انا عاوزه اتجوزك. ها؟ تتجوزني؟ انت مجنون يا ابني، ما انا مراتك، احنا لسه كاتبين الكتاب، وبعدين تتجوزني ليه؟ علشان بحبك، حبيتك، وناوي اسيب المافيا تماما، ناوي اعمل المستحيل علشان اكون انسان جديد ونضيف. يمكن القدر وقعك في طريقي، يمكن علشان ده النصيب. عايز اخلف منك واكون اسره. بحبك قوي يا شغف. بصراحه في البدايه كنت بهودك وباخدك على قد عقلك علشان كنت خايفه منك، بس برضو اللحظه فكرت ان القدر لعب لعبته، والنصيب هو اللي جمعنا وقربنا من بعض علشان نتجوز. شغف، أنا عايز نفتح صفحة جديدة وننسى كل اللي فات، وانتي تنسي كل حياتك القديمة، ونعيش حياة سعيدة مع بعض، ونخلف أطفال كتير. آها، قول بقى إنك داخل على طمع كمان. ما احنا كنا متفقين إنه يبقى على الورق. ورق إيه بس؟ هو حد يتجوز القمر ده ويكون جواز على ورق؟ بقولك بعشقك. ولحد هنا تكون نهاية رؤيتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. وكمان ما تنسوش تشيروا الرواية على الفيسبوك ومع كل أصدقائكم، وتفجروا زر اللايكات
علشان تساعدوا غيركم إن يشوف الرواية. واوعوا تنسوا تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتسعدني، بقرأها كلها وبكون فرحانة بيها جدا. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل أخوات في الدنيا. مع السلامة.